السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكريم. نحن الآن بسوريا في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال. اليوم 10 من شهر فبراير، 10 من شهر الثاني 2023. فأخوكم من الجزائر بين إخوانه السوريين. إخواني، معكم عبد الحميد أحمد ساخي، عبد الحميد أحمد ساخي من دائرة سيدي علي ولاية مستغانم الجزائر. فالآن وأنا قدمت اسمي وبينت شخصيتي لكي لا يقول لي والله أنت مو جزائري، تنتحل شخصية الجزائري لكي تشوه صورة الجزائري. بس رسالة واحدة فقط أريد أن أوصل للشعب الجزائري. الشعب الجزائري الآن في مواقع التواصل الاجتماعي يفتخرون ويقولون نحن أول دولة عربية ساعدت الشعب السوري وأرسلنا 3 طائرات، وهذا كله كذب. الطائرات ذهبت عند النظام. يا إخواني في الجزائر، أحبتي في الجزائر، ربما أنتم مش فاهمين الوضع هون. في سوريا في منطقتين أو 3 مناطق. سوريا الآن مقسمة في شيء اسمه المحرر. الشعب السوري يعيش في منطقة اسمها المحرر التي حررتها سواعد المجاهدين وسواعد هذا الشعب الأبي المناضل المجاهد. وعندنا مناطق عند النظام، عند بشار السفاح في حلب ودمشق وسائر الطائرات المساعدات التي ذهبت من الجزائر ذهبت إلى بشار، إلى مطار حلب الدولي، وساعدت هناك النظام معه. يا إخواني الجزائريين افهموا بالله عليكم، نتكلمكم باللهجة الجزائرية مشان تفهموني. اسمعوا يا أخوتي، هذا الجزائر عاونت النظام. اسمعوا، النظام عنده الكيماوي، عنده روسيا وإيران والروس، وعنده كل البلاوي يساعدونه. الآن هذا الشعب المسكين، صور مخيمات، صور الشباب، صور الأولاد، صور هذا الشعب المسكين، يعني ما له غير الله عز وجل. هذا الشعب المسكين يا إخوة، والله لو ترون النظام الآن يتاجر هذه القضية، قضية الزلزال. يأتي بمقاطع من المحرر عندنا ويقول للعالم الخارجي أنه عنده في مشان لأجل يأتي بالمساعدات. فإخواني بارك الله فيكم، لا تخلطوا الأمر. فالله في هذا الشعب المسكين، الله في هذا الشعب الأبي. تعال يا أخي، تعال. هذا الأخ نزل بيته، هذا أخ عند الزلزال نزل بيته، خرج ما معه ولا شيء، خرج من داره ما عنده ولا شيء. يا إخوة ما عنده والو، مسكين ما عنده والو. أفهموها بالجزائرية، ما عنده والو. الشعب مسكين ما عنده والو. هذا خرج من بيته، هذا أولاده ما عندهم ولا شيء. وبعدين هذيك 3 طائرات تروح عند النظام. يا أخي أنت يوم الاثنين عندما نزل بيتك، طيب أنت خرجت بشيء؟ كان عندك مصاري؟ كان عندك قصور أموال؟ طيب احكي لهم الوضع ولو في دقيقة، الله يحفظك. ارفع صوتك. السلام عليكم يا اخوان. والله احنا كنا ساكنين في دير دار الفرسان، والحمد لله طلعنا على سلام. ولا طلعنا برواحنا، ما عندنا قرب لها مشان الصوت. ما عندنا شيء نملكه الا انفسنا والهدوم اللي فينا بس. يعني الله يعزكم ما عندنا شيء. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. على فإخواني لكي لا أطيل عليكم إن شاء الله، معليش صور هذا الأمر العجيب، صور المخيمات، صور الحال الله المستعان. فإخواني بارك الله فيكم، حفظكم يا إخوان الجزائر، لا تعلقوا على مواصل التوقع الاجتماعي وتقولون والله ساعدنا، والله احنا يعاوننا السوريين. عاود بشار السفاح. هذا بشار السفاح يقتل الشعب، يقصف الشعب، يقصف الأولاد. ولد مثل هذا، شوف مسكين، شوف صور له رجله، شوف ما عنده حتى بايش يمشي. سبحان الله. جيت تقول لي والله عاوننا الشعب السوري، ما عاونت ولا شيء. عاونتوا الحكومه، عاونتوا النظام. نسال الله. هذا اللي ما عنده شوف ما عنده باش يبدل. ثاني اسبوع ما تحمل، ما عنده والو. قال لك راني في سيمانه ما تحممش، في سيمانه ما تحممش. الله المستعان. وبالمناسبه اليوم ضرب الزلزال، في تسمسيلة اليوم. الله المستعان. فإخواني بارك الله فيكم، حفظكم يا إخوان الجزائر، لا تعلقوا على مواصل التوقع الاجتماعي وتقولون والله ساعدنا، والله احنا يعاوننا السوريين. عاود بشار السفاح. هذا بشار السفاح يقتل الشعب، يقصف الشعب، يقصف الأولاد.
ولد مثل هذا شوف مسكين، شوف صور له رجله، شوف ما عنده حتى بايش يمشي. سبحان الله. جيت تقول لي والله عاوننا الشعب السوري، ما عاونت ولا شيء، عاونت الحكومه، عاونت النظام. نسال الله. هذا اللي ما عنده شوف ما عنده باش يبدل. ثاني اسبوع ما تحمم، ما عنده والو. قال لك راني في سيمانه ما تحممش، في سيمانه ما تحممش. الله المستعان. وبالمناسبه اليوم ضرب الزلزال، اليوم ضرب الزلزال في تسمسيلة اليوم في الجزائر وفي البويره البارح، وكأنه نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى الجزائر ويرحم موتى إخواننا في سوريا، ونسأل الله عز وجل الفرج القريب بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، فأعينوا إخوانكم بما تستطيعون، والسلام عليكم وتحياتي للشعب الجزائري من أخوكم الجزائري. بارك الله.